الله عليك يا سيدي. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ الله علي الله علي. عسل اللي عليكم عسل. قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده. النهارده جايه اعمل معاكم اكل حرشه كده من لوازم الشتاء، والاكله دي جميله جدا 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 وبتشد الركب كده وتخليك كده هيركوليس بعد ما تاكل او بعد ما تاكلي تعمليها لاولادك يلا وبيتك. وقومي شجعي معايا واعملي احلى كوارع من ايد ام القاء. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. انا طبعا جبت الكوارع بتاعتي وغسلتها بالخل والطحينه والليمون والدقيق والملح وعملت لها كمان محلول بعد ما خلصتها غسيل ده كله. عملت لها كمان محلول من البرتقال والطحينه كمان والليمون وخلتها كده زي الفل. الله اكبر. والكوارع بتاعتي جايه طازه يا جماعه ماشي، وغسلتها وخليتها زي الفل اهي. يلا هصفيها واجي معاكم على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. تعالوا كده يا حلوين. انا هنا حطيت ميه بتغلي اهي. هنزل بورقتين 3 من ورق اللورة، حته من قرفه الخشب، لومي 2 تمام، وعندي كده فص توم كده شامم نفسه عليا اهو. تعالوا نديله كده كسره ونقسمه 2 ونحطه كمان معاه وننزل كده ما شاء الله بالكوارع بتاعتنا. والكوارع دي يا حبايب قلبي انا شيطتها طبعا بعد ما جوزي جابها لي من عند الجزار. مسكتها شيطتها على البوتاجاز عشان لو فيها اي شعر او اي حاجه، وبعد كده قطعناها وغسلتها. وانا هعملها هسواها في حله الضغط. بسم الله ما شاء الله. الحله هتبقى صغيره عليهم برضو. صدقوا انا اتغشيت في كده ولا ايه؟ بس هنحاول برضو نتصرف نفسنا. تعالوا يا جماعه، لان انا نسيت احط بصراحه شويه روزماري اهو. هي خلاص اصلا قربت ان هي تغلي وانا مش عايزاها ان هي تنزل السمونيه بتاعتها. انا عايزه بس كل الميه الغامقه بتاعتها دي تروح. طبعا احنا بناكل الكوارع عشان البهاريز بتاعتها وعشان هي ما شاء الله بتشد الجسم كده. وزي ما قالوا قرايها اهالينا برضو زمان كان بيقولك اللي بياكل الكرع ده ابن العمده، لان هو اللي بيبقوا عارفين قيمته يعني. فاحنا هنجرب النهارده نعمل ولاد عمده اما نشوف. الانسه لقاء بنتي بتقولي يا ماما انا هاكل اللحم بتاعها ده ازاي؟ وبتاكل اللحم وانتوا تردوا عليها انتوا بقى كده يا حبايب قلبي. شايفين شكل الميه بقت عامله ازاي؟ وده اللي مطلوب، ان هي تنزل الميه الغامقه اللي فيها دي. وبعد كده هشيلها حته بحته بسم الله، ونبدا نطلعها كده جنبنا في طبق. نخلصها بقى كلها تطلع كده نرجع معاكم تاني. حطيت كده يا حبايب قلب الحله الضغط بتاعتي وهنزل فيها كده بمعلقتين 3 من الزيت اهو. وننزل بقى بايه؟ البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عباره عن قرفه قرفه خشب، ورق لورا، وحبهان، ومستكه، وكبابه صيني، ولما صلى على النبي اسمه ايه ده يا بنت الكاف؟ فلفل. عليك نور جدع يا كوكو. شاطره كوكو برافو عليك. نتعلم يا كوكو. تمام. هلوح بقى كل الكلام الجميل بتاعنا ده كده مع بعض دقيقتين 3 بس ريحه البهارات تطلع. لا كده هتطشش في وشي مش في بعضش كده. ثواني يا كوكو. خلاص قلت لي يا لقاء بس ثواني بس على ما هي تطلع. ومعايا حلوين كده فص من التوم الكبير اللي انا حطيت عليه ده. نديله برده تشويحه مع البهارات، واول ما البهارات بتتشوح كده بتبداي تشم الروايح الجميله. معايا هنا بقى ايه؟ معايا بصل وطماطم وجزر. الله على الروايح. الله طبخوا يا ولاد. كيف يا ولاد بمعنى الكلمه. عارفه اقول لنفسي هو والله. طب خلي ماما تتغرس نفسها يا جماعه. انا مغروره في نفس الوقت. الله على الروايح. بس بالله عليكم شم الريحه. احنا شامين هما مش شامين. كفايه عليكم شايفين شامين. انا واحده بتصحيني من النوم الساعه 10 بتقول لي قومي يلا عشان عندها تفطير. بالله عليكم حد بيفضل نايم للساعه 10 الصبح؟ بتقول لي قومي عشان نفطر. بتقول لي قومي عشان في تفطير. راح اعمل كوارع يا ماما. لازم تصمتوا بطنكم النهارده كده. هنشوف اللي بتقول لي هاكل اللحمه دي ازاي. انا مش عارفه والله. مش عارفه والله انا كمان. احتمال ما اكلش النهارده. لا تاكلي يا حبيبتي.
الله الله على الجمال. الله، وحياة لا اله الا الله ريحتها جباره. وتحدي يا جماعه، جربوها بطريقتي وتحدي يا جماعه. بسم الله. انا عملت عمايل النهارده في الكوارع دي قسما بالله العلي العظيم، غسلتها غسيل وقطعت فيها تقطيع. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ طبعا انا مش هحط اي حاجه تانية اكتر من شويه بس فلفل كده صغيرين، عاملاهم دلوقتي بالحبهان بقى والكبابه الصيني والقرنفل والحاجات الجامده دي، تتبيله كده خطيره. بس كده بس كده خلاص خلصت. استنى بس ثواني كده، ثواني عايزه اقلب. بصوا يا جماعه، طبعا انا هنا لو عملت بالمعلقه كده مش هينفع تتقلب خالص. فايه الحل؟ هقلبها انا كده بايد الحله كده، اشيلها واقلبها كده تمام كده. لا مش هينفع على فكره، مش هينفع وانت في الطماطم. لما تنزلي معايا تحت ارفع فوق. ثواني اهو. اهي تمام. حضرتك ما عندكيش حله ضغط ما تعمليش الحركه اللي انا هعملها دي. انا هنا هنزل بالميه على طول ساقعه، مش هسخن ميه ولا هتعب في نفسي، لان انا هنا هحط عليها الغطا وهسيبها مع نفسي. هنكمل الميه بقى كده يا حبايب قلبي. انا غطيتها يا دوب كده بالميه خلاص، وكل بهاراتها طبعا طالعه عليها عظيم قسما بالله، طالعه ريحتها خطيره خطيره خطيره. وهتشوفوها برده بعد ما تستوي. طبعا دلوقتي عشان انا هغطي بقى بالحله بغطا الحله وهيبين وشنا وكده، انا هغطي عليها وهوريها لكم تاني كده. تمام يا حبايب قلبي، غطيت عليها بقى. هسيبها بالظبط، هعد ساعه ونص وهكشف عليها الحله بتاعتها ان شاء الله، وهنوريكم بقى هنبقى نعمل فيها ايه تاني. نشوف الكوارع بتاعتنا ما شاء الله. طبعا فتحت الغطا عشان يهوي خالص اهو. تعالوا بقى نشوف العظمه، نشوف الجمال والحلاوه ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين؟ الله اكبر. شفتوا العظم اتكسر ازاي، طلع منها مخلوع ازاي. عايزه اوريكم بس العظميه اللي بنت لي. استني يا كوكو، ثواني يا كوكو. شايفين يا جماعه؟ شايفين العظم؟ عايزه بس اوريكم المنظر. شايفين؟ استوت، اتخلقت من بعضها اهو. عايزه اوريكم بقى اللي هي ماسكه نفسها دي. ثواني. شايفين؟ اهي تكسرهاش بقى. اهي انا بس عايزاهم بس شايفين؟ شفت الشوكه عامله ازاي فيها؟ بقت زبده حاجه كده ما شاء الله. الله اكبر. وشايفين قوام الشوربه بتاعتها؟ جميله جميله وريحتها فظيعه. يلا هنزودها بقى الملح بتاعها. ملح يا كوكو من جنبك. حط لها كده شويه ملح محترمين لان ما هتطلعش ملح خالص. بس كده نديلها تقليبه بقى وكده الجمال كله بقى عندنا. لسه بقى نعمل لها بقى شويه تسبيكه طشه بقى ولزومها. بقت عسل خطيره بمعنى الكلمه. ندوق بقى الملح بتاعها ونظبطها. اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. نعمل الدقه بقى بتاعتنا اللي هي الصلصه بتاعت الكوارع. حطيت كده الحله بتاعتي على البوتاجاز وهنزل فيها بمعلقتين 3 من الزيت. بسم الله. افتح بس الزيت. لا انا بصراحه هحط شويه حلوين كده عشان الناس يخلص ان انا في دماغي ان انا بعمل العيش بتاع بحمص العيش. تخيلوا، مش عارفه ايه اللي حصل في دماغتنا والله يا جماعه. استنى بس الزيت يقدح وننزل عليه بالتومه. الزيت بتاعنا قدح اهو. مين بيحب ريحه الطشه يقول لي؟ بيحب كده ريحه التومه كده والطشه يكتب لي في الكومنتات ويقول لي. واوعوا حسيكوا عينكم تاني مره اقول لك اوعوا تضروا الخط الاحمر، تضروا القناه يا جماعه بالله عليكم. يا عيالك حطوا له لايك كده يا رب يسعد قلوبكم. حطوا له لايك، اكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده. ربنا يخليكم ليا احلى حاجه، احلى اخوات في الدنيا والله واغلى الغاليين.
كده التومه ما شاء الله احمرت اهي، دوش بيدي القاء. هنزل دلوقتي بمعلقه خل. يا حبايب قلبي شايفين التومه وجمالها لو اكبر. عسل. هنا كده عامله كيلو من الطماطم اهي. غسيل الطماطم، كتري كده وما تستخسريش، كل حاجه رخيصه والحمد لله. هنعمل ايه يعني؟ هنموت من الجوع؟ الحمد لله. تمام كده عسل قوي. كنت عند العطار كده بظروفها والله امبارح، كنا بنجيب بهارات العروسه. عارفين ان احنا عندنا عروسه؟ لا لسه ما تعرفوش. بصوا لقيت عنده بهارات العروس اللي هو مش انا يا جماعه يعني، لا ما فكرش يروحش لبعيد قوي لسه بدري. بصوا لقيت عنده بهارات للطواجن وللكوارع وللحمه وللحاجات دي اهي. شايفين؟ يلا بينا نحط بقى ونجرب منها كده. كنت بسأله يعني بظروفها عن الكوارع لها بهارات معينة، فقال لي عندي خلطة من الكوارع ولأي بهارات لأي لحمة يعني أو أي طواجن بتبقى جميلة جدا. ودي الخلطة السرية بتاعتي ما بستغناش عنها في بيتي، على طول ماشية بيها اهو. بسم الله. ونقلب بقى الكلام بتاعنا الجميل ده كده ما شاء الله، ونهدي بقى عليه النار ونسيبه. نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه شطه يا جماعه. بصوا يا حلوين، عملنا شويه رز كده عسل اهو. حطيت برده شويه من الزيت وقدحتهم، وبعد كده نزلت بالرز بتاعنا والملح وما حطيتلاش اي حاجه تانية. شايفين الرز بتاعنا لسه ما اتردتش والحبايه بحبايتها. ههدي عليه النار واحطه على العين التانية وهوريكم حاجه. ماشي، دي التسبيكه بتاعتها اهي ما شاء الله. شايفين التسبيكه بتاعتها خطيره. يلا بصوا بقى يا حبايب قلبي، اللي ما عندوش ميكروويف يعمل زي ما انا عملت كده. انا دلوقتي قطعت العيش البلدي بتاعنا العادي خالص اهو، وحطيت عليه نقطه زيت وحطيته كده في الطرفه وعلى نار هاديه جنب مني، وهفضل اقلب فيه. ولو عندك حاجه المونيا يعني مش عندك حاجه فال، يا ريت تاخدي بالك لان بيتحرق بسرعه. تمام. وهفضل اقلب فيه كده وبعد ما يخلص اوريكم. حبايب قلبي خلصنا الكوره بتاعتنا اهي. شايفين جمالها؟ شايفين ما شاء الله الله اكبر. شايفين زبده زبده اهي اهي. هعمل ايه دلوقتي؟ نجيب بقى الكلام الجميل بتاعنا ده. الله الله تجوعتينا. معلش يا قلب ماما 5 دقايق بس والدنيا كلها هتبقى تمام. يلا بينا يلا بينا. ما شاء الله. ده وانا ماليش خلق انا اللي حط البتاع كده. ناوليني الحله يا فتاه. ايوه. لا بس انا بحب صلصه كده يعني، ما تحطهاش كلها عليه. ما احنا بعد ما ننشل بقى الكوارع دي ونشيلها من الطاجن هناخد الصلصه بتاعتها، ويكون الصلصه ايه شربت كمان من الكوارع بتاعتنا. زي بقى حد له شوق في حاجه؟ حد نفسه في حاجه؟ هنا الجمال وهنا الكلام وهنا الحلاوه وهنا اوعوا تجروا الفيديو بالله عليكم، حطوا لايك. يا جماله، تجوعت الناس يا حركاته، يا تكاته. والعيش بتاعنا بيتحمص والرز بتاعنا اتطبخ والدنيا عندنا زي الفل. انا اتعلمت اهو. خلي بالك انت بتهزي الكاميرا بترقصي الناس. خلاص تمام كده عسل قوي. ومولعه الفرن بتاعي وهروح احطها بقى في الفرن ونشوفها بعد ما تخرج. والاكل على السفره بقى. كفايه عليكم كده. تعالوا بقى شوفوا العيش بتاعنا. سامعين؟ كمان هنمشي العيش. انا بعشق العيش ده، بحب اكله قوي. انا كنت اصلا بشتريه وباكله كده يكون مع الكشري. سامعين هنمشي؟ سامعين؟ انا باكل بوريكم. هننزل بقى من شويه من الرز وزي ما انت حابه. في ناس بتحب تحط صلصه او شوربه. انا هنا عشان الجماعه بتوعنا هيطولوا شويه على ما ييجوا، فمش هحط ايه حاجه دلوقتي. الاكل كله سخن يا جماعه، عشان كده بقول لكم ديت اكله من اكلات الشتاء التقيله الدسمه. عايزه ناس اكيله، مش اكيله قوي يعني، نص نص. والله احنا مش عارفين هو احنا دلوقتي في شتاء ولا في حر، انا مش فاهمه. ده الجو بقى حر، شويه الدنيا حر وشويه الدنيا شتاء، مش فاهمه ايه الحوار ده. مش راسيه على بره. هي الدنيا اللي مش راسيه ولا احنا اللي مش راسيين يا رقاب؟ مش عارف. مين فين؟ مش عارفه برضه. برضه مش عارفه. ننزل كده بشويه من الصلصه. مش كتير لا، اهو حاجات خفيفه بس يا فوق.
في النص برضه شويه. سيبنا الصلصه ديت احنا نحطها بمزاجنا كده. حاضر، ما انت ما تنسيش ان في لسه في الكوارع. ايوه فاهم. طيب عايزه اقول لكم ان انا دقت الصلصه والله العظيم ما قدرت، مليها لنا شطه، مش فاهمه ايه القدر ده. عشان تاكلوا كده وتحتفظوا. ليه يا بركه الا انتوا عندكوا عيش اهو خطير اهو. كفايه شويه العيش والدق دول. هيفيد معانا عيش قد ايه برضه. انا اللي هتسلى بيه بقى. زي ما انا قلت لك، يعني لو عندك عيلتك قاعدين على السفره على طول، حط بقى شوربه وحط صلصه وظبط الدنيا. انا هنا عشان جماعتنا لسه ما جوش وما تلموش لسه، قدومه نايم وباباه لسه في السنترال. واخدين احنا 4، ما بتقولكوا جماعتنا احنا كتير قوي، 4 كتير قوي. احنا طبعاً عايزين لك مش تجيب كده. لنا كمان 10 كده الله ولا حاجة. اكبر عليا، الله اكبر يا بسم الله عليا. انت بنت قادره لابد تجيبي 5 بنات و5 ولاد، يخرب بيت صحابك. يبقى عندك بيت 12 6 ولاد و6 بنات. شفت البيت دي شكلها هقتلها الوقت اهو، مش هتاكل من الكوارع هي. هنشغل ماما ارنبه ان شاء الله. شغل ماما ايه؟ ارنبه. استنوا بقى هنسيب استني لكم استني استني، في حصلت حادثه. ده ايه؟ حبهاني لو جت عادي تحت يعني. بق باباكي هيروحوا. انتوا عارفين بقى كيتي حامل، هي اللي هجيب لنا 5 ولاد و5 بنات. كيكي بتاعتها حامل. كيتي اللي هي القطه يا جماعه. استنوا بقى عشان اجيب لكم الطاجن اللي في الفرن واوريه لكم. الله عليك يا سيدي، ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ الله علي الله علي. عسل اللي عليكم عسل. وعامله بقى شويه شوربه، انما ايه حاجه بجد عسل قوي. المفروض تجيبي العيش وتعملي كده. استني يا ماما استني يا ماما استني يا ماما، انت هتدخل لنا البتاع كلها عيش ولا ايه؟ انا عارفه انت عايزه ايه يا القاء. ايوه على عيني. سلم. لا مش هحط اكتر من كده. كده يا ست خلاص، عشان لسه الكوارع الجباره دي. يعني هتحطي الكوارع فوقها طبعا. وهل ده يعقل؟ ايه جماله، يا حركاته وتكاته وحلوياته. يا سلام عليه. العظمه لله وحده يا جماعه، العظمه لله وحده. كفايه. شفت بقى ما رضيتش اكتر صلصه ليه؟ عشان هنا الجمال ده كله اهو. يا حلوياته. اتفضلوا معانا. اوعوا بقى تنسوا اللايك واشتراك في القناه، واكتبوا لي بقى كومنت حلو كده وجميل زيكم. والف شكر لكم يا حبايب قلبي.